بقى عندي مشكلة كبيرة جدا مع عيالي، ما بيحبوش الخضار ابدا، ولو حسوا بيه في الاكل مش هياكلوه. اعتقد امهات كتيرة عندهم نفس المشكلة، عشان كده قررت اعمل الاكلة دي. جبت بقى معايا البولة بتاعتي وحطيت فيها 3 معالق كبار من الدقيق الابيض، وكمان كوباية من الزبادي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان 3 معالق من الحليب، و3 معالق من المية، وقلبتهم كويس جدا. حطيت بقى الخضار بتاعي اللي هو جزر مبشور وبطاطس مبشورة، وكمان فلفل اخضر مكعبات، وفلفل الوان مكعبات، وطماطم مكعبات، وقطعت لانشو قطع صغيرة، وحطيت كمان جبنة رومي مبشورة، وحطيت عليهم كمان 3 بيضات، وحطيت بقى التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود بس، وممكن كمان تبشري الكوسة وتحطيها. وبعدين سخنت الفرن بتاعي كويس جدا، وجبت البايركس بتاعه وما حطيتش عليه اي ماده دهنيه، وحطيت فيه الخليط على طول وسويتها كويس. وبعدين حطيت على الوش جبنه موتزاريلا، ودخلتها الفرن حوالي 20 دقيقه، وبعدين شغلت الشوايه عليها لحد ما خدت اللون الذهبي. وقطعيها بقى اي شكل تحبيه وقدميها لهم. وممكن كمان تزودي اي خضار تحبيه، زي مثلا السبانخ او الزيتون او الكزبره الخضراء. ممكن كمان تحطي كاري، بيديها طعم حلو جدا. وميزة الأكلة دي بقى تنفع معانا فطار وكمان غدا وعشاء، وكمان اقتصادية ومش مكلفة خالص، وتنفع جدا لوقت الأزمات زي أزمة آخر الشهر. وأولادك هيحبوها جدا ومش هيحسوا بطعم الخضار فيها خالص. وقدمها لهم بقى يا ست الكل مع شوية مخلل وكمان عيش بلدي صابح حلو كده، وبألف هنا. ولو عجبتك ادعميني باللايك والشير والمتابعة.